سيد الناس الحلقة الأخيرة. وعايز أقول لكم زي ما قلت لكم في الحلقة 29 إن سيد الناس البت هتكلمه وتقول له أنا عايزة أقابلك علشان أنا عارفة مين اللي قتل ابنك. وزي ما قلت لكم إن هي هتقول له أنا عايزة نص الذهب وهقول لك مين. تعالوا هنا بقى. سيد الناس سرق الذهب وسرق الورق اللي فيه بلاوي على مين؟ على الجباس. الجباس بلغ على سيد الناس ان هو سرقه. بس تعالوا، الضابط قال لسيد الناس هتعترف ولا نتكلم في هناك؟ راحوا هناك. سيد الناس قال له كالآتي: دي آثار ومخدرات وبلاوي سودا. المشهد قطع. تعالوا بقى ان في الحلقة الأخيرة هيجي فلاش باك لسيد الناس مع الضابط. بس قبل ما اقول لكم هيحصل ايه، طبعا احنا شفنا ان البت راحت لسيد الناس وقالت له انت اللي سرقت الذهب. قال لها مين اللي قتل ابني؟ قالت له لما اخد حقي. قال لها الذهب ده بتاعي وملكوته لو ما قلتليش مين قالت له فاروق. استعجب والحلقة انتهت. تعالوا بقى نرجع للحلقة، للفلاش باك بتاع سيد الناس في الاسم. اتفق مع الضابط ان هو هيوقع الناس كلها، العصابة كلها على صلى على محمد، متلبسين بمخدرات وآثار وبلاوي سودا، ومن ضمنهم الورق اللي خده سيد الناس من فاروق الكباس، لان هو مش هيقتله. سيد الناس مش هيقدر الجباس، هياخده يرزعه علقة موت في الحارة، هيضحضحه في الحارة، وهيقف في الحارة هيقول اي حد هيتدخل ما بيني وما بينه هطير رقبته. عايز اقول لكم بقى ان هو هيتمسك بالمخدرات، وطبعا محمود قبيل والناس دي كلها هتتمسك بالذهب. وعايز اقول لكم كمان ان البت نفسها اللي راحت قالت عشيقة الجباس هتتمسك هي كمان. تعالوا نتكلم بقى ان جباس، ان سيد الناس هيروح للبت النيابة لبنت احمد زاهر، هيقول لها انا عرفت مين اللي قتل ابني، قوليلي احسن لك. فاروق الجباس هو اللي قتل ابني، هتسكت؟ قوليلي. هتقول له اه. طبعا بعد ما اتفق مع النيابة ان هو هيوقع كل الاطراف، هيبدأ يسلمهم تسليم اهالي وياخد حقوقه هو واخواته، وهيروح لاخواته بشنط مليانة فلوس، وهينده يا مجدي يا عفيفي، وينده لاخته حقوقكوا اهي، حقوقكوا اهي. انا عمري ما اكلت مال غريب، هاكل مالكوا؟ هاكل مال اخواتي؟ وانت يا مرات ابويا انت ظلمتيني وكنت بتكرهيني وما بتحبنيش، عايزين تبيعوا بيت الجرحي انا هشتريه. انا مش هبيع بيت الجرحي. وانت اختي عمري ما بيعك، والبيت ده بيتك، خدي نصيبك، بس ده بيتك. وهتبدأ نهاية الحلقة في نهاية آخر 5 دقايق بإن سيد الناس هيمسك أم سناء ويقول لها انتي ست البيت دوت.
وزي ما قلت لكم اخر مشهد في المسلسل هتبقى مشنقة فاروق الجباس وهو بيتشنق على جريمة القتل اللي هي على سبق الإصرار والترصد لابن سيد الناس، وجريمته كمان للمخدرات اللي هيتمسك بيها، وبنته هتضطر تعترف عليه ان هو اللي قتل الواد، فهيتحكم عليه بالإعدام. وسيدي الناس هيقول له خسارة فيك الطلقة، ولو حق ما اتاخدش منك اعدام خلصت. وفي اخر حاجة هتحصل في المسلسل ان فتحية هتتسلم للنيابة بان هي اللي ذبحت مجدي، وسيد الناس هيقول لمجدي كلمتين: انت جريمتك الاولانية انا هربتك بره مصر عشان كنت خايف عليك تتأذي، ودلوقتي فتحية هتاخد حقها وتتحبس، هتتحبس بأكتر من 10 سنين علشان هي حاولت تقتلك. فانت عايز تاخد حقك ونصيبك وتسافر انت ومراتك، سافر، بس بيتك انت وولادك موجود في اي وقت. اخوه بقى احمد رزق عفيفي هياخد حقه ويفتح قناه ومش عارف ايه والبت هتروح له تقول له انا ارجع لك، هيقول لها لا امشي يا بت ومش عارف ايه، وهينهز الدنيا ويعمل اغنيه لمراته ويشهرها وهو هيهيص، وابنه الجميل هيبقى هو اللي ماسك معلم المكان، وهياخد امنه يروحوا يحجوا ويرجعوا، هو وامه هيروحوا يحجوا ويرجعوا. وديت هتبقى نهاية مسلسل سيد الناس للفنان عمرو سعد، اللي بجد كان عامل دور جامد، وطبعا سلوى عثمان واحمد رزق اللي طلع بدور كوميديان رهيب، وكل الفنانين. تحياتي لكل الناس وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم جميعا، ورمضان يا رب يبلغنا رمضان اللي جاي في مسلسل جديد وتوقعات جديدة. رجاء اشتركوا في قناة اليوتيوب منوعات احمد الباجوري، وبيج الفيسبوك تيم الباجوري، والتيك توك المخرج احمد الباجوري. السلام عليكم.